درس الطباعة يا ولاد، كتاب سلاح التلميذ، صفحة 272. ظهرت الصفحة؟ ظهرت يا كندا؟ طيب نصحصح بقى. نبدأ نقرأ أول فقرة. الطباعة وثورة المعلومات. يعني إيه طباعة يا كندا أصلا؟ الطباعة إن إحنا يعني عندنا نص معين أو كتاب أو ملف نقدر إن إحنا ننسخه كذا مرة. تمام. يا مس. صفحة 272. تمام يا كندا، نقرأ أول فقرة. الطباعة وثورة المعلومات. أحدثت الطباعة ثورة في تداول الفكر والمعلومات بين الناس بطريقة سهلة. تخيل كيف سيكون عالمنا اليوم إذا لم يتم اختراع المطبعة، فهي تعد من أهم الاختراعات في عصرنا، إذ غيرت الطريقة التي تطور بها المجتمع. اتفضل اقرأ يا عمر. أحدثت الطباعة ثو- ثو- ثورة ثورة. في ثورة في تداول الفكر و- والمعلومات بين الناس بطريقة سهلة. تخيل كيف سيمكن تخيل عالمنا كيف سيكون. تخل- تخيل كيف سيكون عالمنا اليوم إذا لم يتم اختراع المطبعة المطبعة مم. فهي فهي تع- تعد. فهي تعد من أهم اختراعات في عصرنا. إذا غيرت الطريقة التي تطور بها المجتمع. المجتمع. تمام. شكرا يا عمر. براء اهو انا قابلته، هيدخل دلوقتي. بيقول لنا يا ولاد الطباعة زي ما كندا قالت لنا. براء دخلت. السلام عليكم براء. مس ايه. عليكم السلام يا حبيبتي. احنا لسه داخلين دلوقتي، هو ده درس جديد؟ ده درس جديد لسه ما طب خدناش فيه ممكن حاجة، يا دوبك يا دوبك قرأنا أول فقرة. براء لو فاتوا معايا؟ حاجات ده. لا لا، ما فاتوش حاجة، يا دوبك قرأنا أول فقرة. هو فين براء؟ اهو مع حضرتك، استأذنك بقى يعني اديله اللي فاتوا بس. تمام. براء اتفضل يا براء، اقرأ لي أول فقرة. الطباعة وثورة المعلومات. أحدثت الطباعة ثورة في تداول الفكر والمعلومات بين الناس بطريقة سهلة. تخيل كيف سيكون عالمنا اليوم إذا لم يتم اختراع المطبعة، فهي تعد من أهم الاختراعات في عصرنا، إذا غيرت الطريقة التي تطور بها المجتمع. تمام. يعني ايه الكلام ده يا ولاد؟ يعني بيقول لنا ان الطباعة دي احدثت ثورة في المعلومات، احدثت تغيير كبير. ليه؟ لان الاول ما كانش فيه طباعة. لما ما كانش فيه طباعة، كان كل حد لما يحب ينسخ كتاب تاني بيقعد يكتبه كله يدويا بايديه، وبيرسم الحاجات اللي فيه، الصور اللي فيه، وبيكتب كل الكلام اللي فيه. فطبعا ده كان بياخد وقت ومجهود كبير جدا، وما كانش الكتب أو المعلومات بتقدر تنتشر بين الناس. فالطباعة لما اخترعت أحدثت ثورة، أحدثت تغيير كبير في انتشار الفكر والمعلومات بين الناس بطريقة سهلة. يا دوب بنحط الكتاب في المطبعة، بنخرجه كتب تانية كتير، وبننسخه لكتب تانية كتير. أتخيل بقى إزاي العالم بتاعنا كان هيبقى موجود من غير اختراع المطبعة. اقل حاجه مش كان ما كانش هيبقى عندنا الكتب المدرسيه بتاعتنا دي، ولا الكتب الخارجيه اللي احنا بنذاكر منها. كان هينتشر كان هينتشر ايه؟ الجهل. تمام. فعلشان كده. ميس قولي يا كنت.
كمان يا ميس يعني أول شخص بدأ فكرة الكتابة أو اللي ادت بعد كده اتطورت يعني فكرة الطباعة كان الحسن بن الهيثم. ازيك انت؟ هو الحسن بن الهيثم هو اللي كان بيكتب، يعني هو أول الأشخاص اللي بدأت إن هي تكتب، فهي بعدين فكرة الكتابة اتطورت بقى لفكرة الطباعة. تمام تمام يا كندا، شكرا ليك. فعلشان يا ولاد الطباعة خلت المعلومات والكتب والأفكار تنتشر بطريقة سهلة بين الناس، علشان كده احنا بنعتبر ان الطباعة من أهم الاختراعات في عصرنا، علشان هي غيرت الطريقة اللي تطور بيها المجتمع. عاوزة خديجة تجاوب لي على أول سؤال وتقول لي كيف أثرت الطباعة في انتشار المعلومات يا خديجة؟ الإجابة موجودة في الفقرة، أول سطر. هم؟ انت قلتي ايه السؤال الثانية؟ أول سؤال. أحدثت الطباعة برافو. ثورة في تداول الفكر الفكر والمعلومات بين الناس بطريقة سهلة. بين الناس. يبقى كيف أثرت الطباعة في انتشار المعلومات؟ أنها أحدثت ثورة في تداول الفكر والمعلومات بين الناس بطريقة سهلة. كندا السؤال الثاني، اتفضلي. لماذا تعد الطباعة من أهم الاختراعات؟ لأنها غيرت الطريقة التي تطور بها المجتمع. برافو. لأنها غيرت الطريقة التي تطور بها المجتمع. دي إجابة السؤال الثاني. شكرا يا كندا. طيب قولي يا براء، استخرج لي من السطر الأول معنى كلمة تغيير كبير أو تغير كبير. تداول. لا، قلتها وأنا بشرح. ثورة. ثورة يعني تغيير كبير. طيب أنت يا براء برضو استخرج لي معنى كلمة انتشار. انتشار. مهم. من نفس السطر. من نفس السطر. مم. انتشار. تناولت. تداول. تداول يعني انتشار. طيب معنى كلمة تصور من السطر الثاني. تخيل. تخيل. شكرا يا براء. مين يا ولاد يعرف لي جمع عالم؟ سيكون عالمنا اليوم إذا لم يتم اختراع المطبعة. جمع عالم. أنا مس عوالم. م-م. لا. حد يعرف؟ أعلام. علماء. علماء دي جمع عالم. جمع عالم عوالم. علماء، جمع عالم عوالم. وأنا مس قلت عوالم، أنا قلت انت عوالم. قلتي عوالم، ما سمعتكيش يا تنده، معلش. جمع عالم عوالم. نشوف الفقرة اللي بعد كده. كتبنا معاني المفردات دي. مراحل تطور الطباعة. قبل اختراعها كان يجب إكمال الكتابة أو الرسومات يدوياً، فكان الكاتب ينسخ النص كله بعناية من كتاب لآخر، ثم بدأت فكرة الطباعة بقطع الأحرف على قطع خشبية وغمس هذه القطع بالحبر ثم ختمها على الورق. خديجة اتفضلي.
حاضر. قبل اختراعها قبل اختراعها قبل اختراعها كانت يجب أن يكمل الكتابة يجب إكمال الكتابة أو الرسومات يدويا، فكانت الكتاب فكان الكاتب ينسخ النص كلمة بعناية من كتاب لآخر، ثم بدأت فكرة الطباعة بقطع الأحرف على قطع خشب وغمس هذه القطعة بالحبر ثم ختمه على الورق. تمام. يعني إيه الكلام ده يا ولاد؟ بيقول لنا قبل الطباعة قبل ما يتم اختراع الطباعة كان إيه اللي بيحصل؟ قبل ما يتم اختراع الطباعة كان الكاتب بينسخ الكتاب يدويا من كتاب لآخر. يعني علشان ينسخ كتاب، أو شايفين أهي حاطط كتاب وحاطط الكتاب التاني قدامه وعمال يكتب كل الكلام يدوي بإيده من كتاب للكتاب التاني. وبعد كده بدأت فكرة الطباعة إزاي؟ أول فكرة تبدأ للطباعة إن هم بدأوا إن هم يقطعوا الحروف على قطع خشبية زي ما احنا شايفينها، الحروف اللي في الجنب دي الآر والدبليو والواي. تمام يا براء؟ بيبدأوا يقطعوا الحروف كده على قطع خشبية، وبعدين يبدأوا بغمس هذه القطع، يغمروا القطع الخشبية دي في الحبر، ينزلوها في الحبر، وبعد كده يختموها على الورق. فدي أول فكرة ظهرت للطباعة، أحرف خشبية يغمسوها في الحبر وبعدين يختموها على الورق. أول سؤال: كيف كانت الكتب تكتب قبل ظهور الطباعة؟ قولي يا عمر محمد. يدوي. إزاي بقى؟ هنقول إيه؟ هنقول يدوي بس كده؟ لا، هنقول كان الكاتب ينسخ النص كله يدويا من كتاب لآخر. اهي كان الكاتب ينسخ النص كله، وهنكتب بقى يدويا عشان يدويا مش مكتوبة هنا. هنكتب هنا يدويا. نور اهي لسه داخل. كان الكاتب ينسخ النص كله يدويا بعناية من كتاب لآخر. إجابة تاني سؤال: كيف بدأت فكرة الطباعة؟ كندا. هذا يا ميس. لا معلش يا كندا، بدأت خليك انت عشان هتقرأي المرة الجاية. قولي يا براء، كيف بدأت فكرة الطباعة؟ بدأت فكرة الطباعة بقطع الأحرف على قطع خشبية وغمس هذه القطع بالحبر ثم ختمها على الورق. تمام، برافو. يبقى دي إجابة السؤال التاني زي ما براء قال. بدأت فكرة الطباعة بقطع الأحرف على قطع خشبية وغمس هذه القطع بالحبر ثم ختمها على الورق. نور دخلتي؟ أي ميس. تمام يا نور. طيب أنا عايزة كندا السطر الأولاني استخرجي لي منه مضاد كلمة آليا، عكس آليا من السطر الأولاني. يدويا. برافو. يبقى هنكتب هنا، هنشد تحتها خط وهنكتب آليا. طيب نور، من السطر الثاني استخرجي لي مفرد الكتاب أو الكتبة. الكاتب. برافو. الكاتب جمعها الكتاب أو الكتبة. هنكتب فوقيها يا ولاد
طيب معنى كلمة ينقل من نفس السطر برضه. عمر محمد، معنى ينقل. أيوة يا مس. معنى ينقل. ينقل، ينسخ. برافو، ممتاز. طيب مضاد كلمة إهمال من نفس السطر. كندا. أي مضاد عناية. إهمال من نفس السطر. عناية. عناية، تمام. براء، من السطر الأخير معنى كلمة غمر. غمس. غمس، ممتاز. غمر يعني غمس. طيب نور، من السطر الأخير برضو مفرد كلمة الأحبار. مفرد. مم. حبر. حبر. الحبر جمعها الأحبار. نشوف الفقرة اللي بعد كده. الآلات الكاتبة المتحركة. ثم تطورت القطع إلى قطع معدنية سريعة الحركة، ومنها صنعت الآلة الكاتبة المتحركة. في بادئ الأمر كانت الآلات الكاتبة تعمل باليد، ثم تطورت لآلات البخار، وتطورت إلى الطباعة الإلكترونية، ثم انتهت اليوم بالطباعة بالليزر. اتفضلي اقرأي يا كندا. الآلات الكاتبة المتحركة. ثم تطورت القطع إلى قطع معدنية سريعة الحركة، ومنها صنعت الآلات الكاتبة المتحركة. في بادئ الأمر كانت الآلات الكاتبة تعمل باليد، ثم تطورت للآلات بالبخار، وتطورت إلى الطابعة الإلكترونية، ثم انتهت اليوم بالطابعة بالليزر. بالطباعة بالليزر، تمام. يعني مس هم. يعني إن الأول بعد ما كانوا بيعملوا بالقطع الخشبية دي، بدأ عملوا اللي هي الآلة الكاتبة دي، يعني اللي تمام، كانت بالإيد. يعني بعد ما الكاتب بيكتب شوية يقوم محركها بإيديه كده يرجعها تاني للأول. تمام. وبعدين اتحولت لآلات كاتبة، بس بتعمل بقى إيه بالبخار. واللي كانت بالبخار دي هي بقى كانت بترجع تاني لوحدها تاني، ما كانتش محتاجة لاستخدام الإيد. هم. وبعدين تطورت بقى للطبعة الإلكترونية، اللي هي الطبعة اللي موجودة دلوقتي. وفي طبعة تانية برضه موجودة دلوقتي اللي هي بالليزر، اللي هي لما مثلا دي موجودة في المكاتب أكتر. لما هم. مثلا بندخل فيها الورقة بعد ما بنكتب احنا عايزين نطبعها قد ايه، نلاقي كده زي كأن في ضوء بيخرج من الآلة. ده الليزر اللي هو بيكتب على الورق، ويمكن ننسخ بقى زي ما احنا عايزين. تمام يا كندا، ممتاز. شرح كويس جدا، برافو عليكي. طيب أول سؤال، مما صنعت الآلة الكاتبة المتحركة. عمر. أيوة. مما صنعت الآلة الكاتبة المتحركة. في أول سطر يا عمر. معدنية. من قطع معدنية، ممتاز. صنعت الآلة الكاتبة المتحركة من قطع معدنية سريعة الحركة. شكرا يا عمر. نور، تاني سؤال، إلى ما وصل التطوير في الطباعة؟ طبعا مم. مش متأكدة أوي يعني. طب قولي. انتهت اليوم بطابعة تمام، بالليزر.
بالظبط كده، وصل التطوير في الطباعة إلى الطباعة بالليزر. طيب سؤال مش موجود بس عاوزين نكتبه ونجاوب عليه. السؤال بيقول: ما المراحل التي مرت بها الآلات الكاتبة؟ مين يحب يجاوب على ده؟ قول يا براء. أول واحدة صنعت الآلة الكاتبة المتحركة، وكانت الآلة تعمل باليد، ثم تطورت للآلات البخار، وبعدها تطورت للطابعة الإلكترونية، وفي الآخر الطابعة بالليزر. برافو. ما المراحل التي مرت بها إيه؟ الآلات الكاتبة. علامة استفهام. الإجابة هي هنا بالظبط. في بادئ الأمر كانت تعمل باليد، دي أول حاجة، ثم تطورت لآلات البخار تاني حاجة، وبعدين الطباعة الإلكترونية دي تالت حاجة، آخر حاجة انتهت اليوم بالطباعة بالليزر. خلصنا يا ولاد علشان نشوف الصفحة اللي بعد كده. أيوة يا مس. تمام. نروح بقى نشوف الآثار الإيجابية للطباعة. حد فيكم يقدر يقول لي إيه هي الآثار الإيجابية للطباعة؟ مش ينفع أنا أقول؟ قول يا براء. توفير الوقت والجهد والمال عن الطابعون بسبب صناعة الطابعة. تمام. إيه كمان يا كنت؟ إن من أهم آثار يعني الطباعة إن هي خلت المعلومات في متناول الجميع، وده يعني أدى إن بقى فيه زيادة من العلم يعني. تمام. ممتاز. ممتاز يا كنت. وإن هي كانت بتنتشر المعلومات بشكل سريع عن أي وقت ماضي يعني. وده برضك خلى إن في مؤرخين كده قالوا إن الطابعة دي كانت بدايتها في عصر النهضة. عصر النهضة ده برضك اللي ممكن بعض العلماء الآخرين بيسموه عصر العلم أو المعرفة، لأنه في العصر ده حصل الكثير من التغيرات والاختراعات يعني. تمام يا كنت. ممتاز. الآثار الإيجابية للطباعة: ومن أهم آثار الطباعة أنها جعلت المعلومات في متناول الجميع، فأدى هذا بدوره إلى زيادة مناقشات الفكر وتطورها وتحفيز الجديدة منها ونشرها بشكل سريع عن أي وقت مضى. لذا فإن بعض المؤرخين يعتبرون انتشار الطباعة هو بداية عصر النهضة. اقرأي يا نور، اتفضلي. ومن أهم آثار الطباعة إنها جعلت المعلومات في متناول الجميع، فأدى هذا بدوره إلى زيادة مناقشات الفكر وتطورها وتحفز وتحفيز الجديدة منها ونشرها بشكل سريع عن أي وقت مضى. لذا فإن بعض المؤرخين ويعتبرون انتشار الطابعة هو الطباعة هو بداية عصر النهضة. هو بداية عصر النهضة. تمام. الآثار الإيجابية للطباعة، الآثار اللي هي الكويسة للطباعة:
منها يا ولاد الآثار الإيجابية دي إن هي جعلت المعلومات متاحة للجميع، متناول الجميع يعني متاحة للجميع، وده أدى لزيادة مناقشة الفكر وتطورها وتحفيز الجديدة منها وتشجيع الجديدة منها. ليه؟ الكاتب هيكتب الفكر بتاعته، هو ضامن إن الفكر بتاعته دي هتوصل لأكبر عدد من الناس، وهيقدر يطبعها في كذا نسخة ويوصلها للناس اللي هو عاوزهم. فالطباعة دي أدت لزيادة مناقشة الفكر والأفكار وتطويرها وتشجيع الأفكار الجديدة منها ونشرها بشكل سريع عن أي وقت مضى، عن أي وقت كان فات قبل كده. وعلشان كده بعض المؤرخين دول يا ولاد اللي بيكتبوا التاريخ، اللي بيكتبوا التاريخ أو علماء التاريخ بنسميهم المؤرخين. بعض علماء التاريخ بيعتبروا انتشار الطباعة هو بداية عصر النهضة اللي هو التقدم والتطور. أول سؤال بيقول اذكر أثرا واحدا من الآثار الإيجابية للطباعة. خديجة اتفضلي قولي. في أول سطر. آثار الطباعة أنها جميلات جعلت المعلومات في متناول الجميع. تمام يا خديجة، شكرا. عمر، لماذا اعتبر بعض المؤرخين الطباعة بداية عصر النهضة؟ لا معلش يا عمر، انت هتقول سؤال تاني. قول يا براء. لماذا اعتبر بعض المؤرخين الطباعة بداية عصر النهضة؟ فإذا هذا بدور لزيادة مناقشات الفكر وتطوير الجديدة منها ونشرها بشكل سريع عن أي وقت مضى. تمام، برافو. يبقى هنقول لأن الطباعة أتاحت إيه؟ الفرصة لأن الطباعة أتاحت مناقشة الفكر وتطورها. الفكر دي مفردها إيه؟ الفكرة. تمام. وتطورها. لأن والتحفيز الطباعة الجديد. أتاحت مناقشة الفكر وتطورها وتحفيز الجديد منها، وممكن نقول ونشرها بسرعة. وهذا أساس النهضة الحديثة، أو وهذا ماشي، وهذا أساس النهضة الحديثة. هو قال لنا إن بعض المؤرخين بيعتبروا إن ده بداية عصر النهضة، فعشان كده قلنا إن ده بداية عصر النهضة الحديثة. يبقى اعتبر بعض المؤرخين الطباعة بداية عصر النهضة لأن الطباعة أتاحت مناقشة الفكر وتطورها ونشرها بسرعة، وهذا أساس النهضة الحديثة. شكرا يا براء. عمر محمد، استخرج لي من السطر الأول معنى كلمة متاحة. متاحة. قلتها وأنا بشرح. متناول. في متناول الجميع يعني متاحة للجميع. تمام يا عمر. خديجة، استخرجي لي من السطر الثالث معنى كلمة تشجيع. من السطر الثالث. ينفع أنا يا مس؟ قول يا عمر. تحفيز، برافو. تحفيز يعني تشجيع. طيب يا خديجة، استخرجي لي من السطر الرابع معنى كلمة علماء التاريخ، أو اللي بيكتبوا التاريخ أو علماء التاريخ بنسميهم إيه؟ من السطر اللي قبل الأخير.
دي في علماء. لا، علماء التاريخ يا خديجة قلنا هم المؤرخين. طيب كندا من نفس السطر، مضاد كلمة انحصار. انحصار من نفس هذه نشرها. انتشار بقى من نفس انتشار. السطر بتاع المؤرخين، مضاد انتشار انحصار. طيب نور، شكرا يا كندا. نور استخرجي لي معنى كلمة التقدم أو التطور. التقدم أو التطور. مين عارف يقول؟ عصر النهضة. النهضة، تمام. مين اللي قال؟ أنا يا مس كندا. تمام يا كندا. النهضة معناها التقدم أو التطور. خلصنا يا ولاد كتابة المعاني وإجابة الأسئلة على الفقرة دي؟ أيوة يا مس. تمام. الفقرة اللي بعد كده، الطباعة في مصر. أنشئت في مصر أول مطبعة عام 1821 وسميت المطبعة الأميرية، ولا تزال قائمة حتى الآن، وقد أعدت لطبع اللوائح والمنشورات والكتب العلمية، كما استخدمت في إصدار جريدة الوقائع المصرية، وهي أقدم جريدة بالشرق الأوسط وأول صحيفة مصرية وعربية تصدر باللغة العربية. كلنا قرأنا. ماشي يا كندا، اقرأي تاني اتفضلي. اوكي. أنشأ الطباعة في مصر. أنشئت في مصر أول مطبعة عام 1821 وسميت المطبعة الأميرية، ولا تزال قائمة حتى الآن، وقد أعدت لطبع اللوائح والمنشورات والكتب العلمية، كما استخدمت في إصدار جريدة الوقائع المصرية، وهي أقدم جريدة بالشرق الأوسط وأول صحيفة مصرية وعربية تصدر باللغة العربية. يعني إنه أول مطبعة كانت في مصر كانت في سنة أو عام 1821، وكان اسم المطبعة دي الأميرية. وكمان يا ميس أنا عرفت معلومة إن هي كان ليها اسم آخر، مطبعة بولاق. والمطبعة تمام. دي لسه موجودة لحد وقتنا ده، وكانت موجودة يعني أو بنيت عشان تطبع اللوائح والمنشورات يعني، والكتب العلمية اللي هي الكتب الدراسية يعني مثلا. وهي كانت بتطبع الكتب بتاعة المدارس بتاعتنا لحد السنة اللي فاتت، لحد ما الوزير طلع قرار إن هي تقف، وبقت مطبعة تانية هي اللي بتعمل كده. وكانت استخدمت برضو المطبعة دي إن هي تصدر جريدة الوقائع المصرية، والجريدة دي أقدم جريدة بالشرق الأوسط، يعني أقدم جريدة في أفريقيا، وأول جريدة مصرية وعربية بتصدر باللغة العربية، يعني كانت بتتكتب باللغة العربية. ومن يميس الوقائع المصرية دي أول شخص كتب فيها وأول شخص أصدرها كان محمد علي باشا سنة 1828. تمام يا كندا، برافو عليك. زي ما كندا قالت يا ولاد إن أول مطبعة مصرية كانت هي المطبعة الأميرية. الأميرية يعني الحكومية، كانت تابعة للحكومة، والمطبعة دي لسه موجودة لحد الوقت بتاعنا دلوقتي. وأول لما هي أنشأت علشان حاجات محددة. طبع اللوائح دي يعني اللي هي بتنظم قواعد العمل أو قوانين العمل، يعني مفردها لائحة. اللائحة دي أو اللوائح دي حاجات بتنظم قواعد العمل أو قواعد تنظيم العمل، وكمان علشان تعمل المنشورات وعلشان تعمل الكتب العلمية، زي ما كنت قالت إن هي كانت بتطبع الكتب المدرسية. وكمان استخدمت في إصدار يعني نشر جريدة الوقائع المصرية، ودي أقدم جريدة في الشرق الأوسط وأول صحيفة مصرية وعربية تصدر باللغة العربية. قبل كده كانت الصحف في مصر مش بتصدر باللغة العربية،
كان في احتلال فرنسي وكان في احتلال إنجليزي، وكانت الصحف بتصدر باللغة دي. جريدة الوقائع المصرية دي أول جريدة تصدر باللغة العربية. أول سؤال: ما أول مطبعة بمصر ومتى أنشئت؟ نور تفضلي. هي اسمها أول حاجة مكتبة مطبعة مطبعة الأميرة. أنشئت في مصر أول مطبعة عام 1821 وسميت بالمطبعة الأميرية. يعني إيه بقى أميرية؟ الأميرية يعني الحكومية.